عندما تراقب الأزهار يوما بعد يوم ستجد الفرق. إن كنت من هواة الأشخاص الذين يحبون الزراعة وبخاصة الصبار يخرج أجمل وردة من بين الأشواك. سبحان الله، زهرة الصبار زهرة جميلة جدا، يتميز حجمها ويتباهى لونها وزينتها أفضل من أي وردة كانت، لأنها تكون كبيرة الحجم وجميلة وأنيقة. فالمرحلة تتغير من شتلة لأخرى، وعندما أراقب الزهرة أراقبها في كل فتراتها، ونحصل من البداية إلى النهاية على شريط كامل متكامل عن حياة الزهرة أو الوردة. ونسأل الله العفو والعافية. اللهم لا تهدر شبابنا إلا بما تحبه وترضاه يا واسع الكرم. اللهم آمين يا رب العالمين.